سؤال صعب أوي فكرة إمتى البنت تقدر تقف قدّام أهلها عشان تتجوّز اللي بتحبه، لإنه القصة مليانة تفاصيل. هو فكرة هُم ليه رفضوه، وفكرة أنتِ شايفة جوّاه إيه لهذا الشخص، وليه شايفة إن هو ده مناسب، والجزء التاني حلو اللي هو السؤال بتاع طب وأنتِ إيه دورِك؟ أنتِ دورِك إنِّك تفهمي من أهلِك هُم ليه رفضوه بالضبط، وتوصّلي لهم وجهة نظرِك، ويبقى في كده نوع من الconsulto هو ليه ده؟ أحيانًا فعلًا الأهل بيبقى عندهم وجهة نظر ممكن تكون مش باينة عندِك، ممكن يكون حُب عندِك حابّاه بس في حاجات تانية هُم شايفينها، محتاجة تفكّري فيها لوحدِك، حتى لو عارضتيهم وقُلتِ له لأ هو ده اللي عايزاه، مع نفسِك كده تبقى تفكّري في الأشياء دي. وبعدين الجزء التاني إن أنتِ تفهّميه الpoints اللي أهلِك بيتكلّموا فيها، وبناءً على الوضع هنا تحسبي الحسبة، لإنه محتاج أسألِك يعني تقدري لو نفترض وقفتِ قدّام أهلِك وقُلتِ لأ هاتجوّزه برضه، بنسبة قد إيه ضامنة إن هو ده الشخص المناسب، وبناءً عليه قيّمتِ ده؟ فطبعًا ما حدش يقدر يجاوبِك بشكل عام كده على الموضوع، الموضوع محتاج يعني نخش في تفاصيل ويتفهم أكتر، بس في الآخر محتاجة من غير تحيُّز تسمعي وجهة نظر أهلِك بيقولوا كده ليه، ومحتاجة تبُصّي للموضوع تاني، وبناءً عليه تقدري تقرري هو أنا المفروض أعمل إيه، بس كمان محتاجة تحسبي المكاسب والخساير، هاكسب إيه مقابل إيه، أو هاخسر إيه مقابل إيه، مهما كانت الخسارة كبيرة.